ميسي. اذا لاعب كبير كابتن، الاوصاف كلها يبدو لا تكفي لهذا اللاعب. اللي شاهدناه اليوم رائع من روائع ميسي. اعتقد اليوم المباراة اللي قدمها ميسي تبقى في ذاكرة الجماهير مثالية. الهدف الثاني روعة، هذا الذي سنشاهده الان كابتن. الهدف الثاني روعة. وافضل احنا نسكتوا ونخليوا ميسي يتكلم. احنا نسكت وميسي يتكلم. لا نحب نتعلق بصراحة كابتن ثلاث مدافعين صعب الوسط، صعب انك توصف اللاعب هذايا، الشيء اللي يعمله اللاعب هذايا، الشيء اللي يقوم به، المراوغه، السرعه، القوه البدنيه، تغيير الاتجاه. لا احد فهم هذا انصار ايضا ساراقوستا. الثقه بالنفس، يعني اللاعب هذايا ايجابي 100%. اول مره في تاريخ الكره لاعب فردي. كابتن بلغني الان بان يجب ان نصفه بالعفريت، قلت له لا صح. لا يعني انسان الان وصل كابتن، وصل الى شيء حتى انه متاثر مما قام به. هذا عانق الروعه، احنا نقولوا عانق الروعه. هذا هو اللي نشوف السرعه، المراوغه، نشوفوا الذكاء، شوفوا تغيير الاتجاه والثقه بالنفس. وهذه توضح لنا رغم التدخلات القوه البدنيه للاعب هذا دون ان يخطئ، سرعه المراوغه، سرعه تحليل الموقف. وهذا يعني بيل جيتس ما صعب انه بيل جيتس حتى بيل جيتس غلبكم. بيل جيتس هذايا شوفوا، يعني بصراحه صعب وصف اليوم اللي قدمه ميسي. يعني احنا لما نشاهد ميسي نتمنى ان المباراه تدوم 3 ساعات مع اللاعب هذا، لانه اليوم استمتعنا ونستمتعوا مع اللاعب هذا. لكن يجب ان تعلق. بصراحه الهدف انا قلت للمخرج حتى الهدف عندنا الهدف 10 مرات نتفرج واحنا ميسي هو اللي يتكلم. يعني كل الناس الان يجب ان يوافقوا مارادونا ايضا، لانه قال ما يقوم به ميسي في سنه الان لم اتمكن من القيام به. شيء غريب هذا شيء غريب. يعني السرعه البديهه، حتى هذا الهدف الذي سياتي الان، الهدف وحتى ضربه الجزاء. نشوفوا حتى ضربه الجزاء هو اللي مرر كابتن، دائما هو يمرر الكره ثم ينطلق. كل شيء ينطلق دائما، ما يعرف الا المرمى. لكن اللقطه تبدا من عنده دائما. وانا قلت يعني اول مره في تاريخ كره القدم لاعب فردي وايجابي 100%. صعب انك في كره القدم لاعب فردي ويكون ايجابي. هذا لاعب فردي وايجابي. كابتن بصراحه سالتك سؤال قبل المباراه، قلت لك اصبح يزعج حتى زملائه، يعني اللي يقوم به الان لا احد يتصوره. يعني هو يقوم بشيء لانه يفوق العاده. والشيء الغريب ان نحن حتى جوارديولا حتى للوقت الحاضر ما نعرفوش طاقه اللاعب هذا. اين سيذهب واين سينتهي؟ اين سينتهي اللاعب هذا؟ يعني كل اسبوع يبهرنا بامكانياته ومهاراته، وحتى يبهر زملائه. لانه كل اسبوع يظهر امكانيات جديده وقوه جديده، وبطبيعه الحال اهداف. حتى المدرب لا بيفهم شيء، يعني لا احد، حتى الجماهير رغم انفها تحب ميسي وتشاهد ميسي يلعب وتصفق لميسي. هذا ما حدث ايضا أرماندو مارادونا أيضا عندما كان في البارسا، وكذلك رونالدينيو أمام ريال مدريد، وهو يحدث الآن لميسي الممتع إذا الرائع البارع الذي يقدم كل شيء. سنعيد الهدف، لا سنعيد الآن لقطة ضربة الجزاء. خلي الجماهير تستمتع لكي نتعلم. خلي الجماهير تستمتع. نعم، إذا ضربة الجزاء أولا ثم نعود إلى الهدف. ضربة الجزاء تشبه الهدف. نعم، ضربة الجزاء تشبه يعني يقوم بأخطاء كابتن. يعني أنت مفروض عليك تقوم بالخطأ. مفروض عليك يجبرك على الخطأ. يعني اللاعب هذا صعب بصراحة، صعب إذا ما كانش معه بعمق. واللقطة أين تبدأ؟ هو في وسط الملعب. يعني من أين تأتي هذه اللياقة البدنية حتى يصل إلى المرمى؟ قوة، لياقة بدنية، لأنه الأشياء هذه إذا ما يكونش حاضر بدنيا صعب، إذا ما عندوش قوة بدنية صعب. شوف يعني ما يسقط في الأرض صعب. شوف المراوغة الأولى، المراوغة الثانية، ولاعب كونتيني. يعني يقول صعب انك توصل بصراحه اللقطات. كابتن انا عجبت ايضا بشيء اخر هنا، يعني لم يسدد ضربه الجزاء. وانا تعبني بصراحه، تعبني بالتحليل. لا بعدين هو ايضا يتنازع ضربه الجزاء. يعني واحد ثاني يسدد لكي يرفع قيمه الاداء. فريق جماعي يحبوا انه واضح انه يحبوا زميلهم ابراهيموفيتش يسجل. يحبوا ابراهيموفيتش يسقط الناس على الارض. يعني احنا نقول الساقط اكثر من الوقف، اللي يسقط على الارض اكثر من الوقف.
بعدين لعبها كيف يلمس الكره، كيف يراوغ، كيف يموه، واعاد زميله ايضا لاجواء المباراه. وهذه صعب انك معناتها احنا نقولوا تدرس. هذه موهبه، هذه لا تدرس. هذه المواهب هذه لا تدرس. صعب انك تدرس، تسقل. صعب انك اللاعبين الصغار، انك صحيح ان اللي يشاهدوا ميسي، لكن باش تعمل الشيء اللي يعمل فيه ميسي صعب صراحه، لانه هذه موهبه الهيه، وهذا هو يمكن باش يدخل من عجائب الدنيا. 7 لا اليوم اللي شاهدناه عجائب الدنيا ب8. اليوم اللي شاهدناه، لانه اللاعب يقوم بلقطه في مباراه لقطتين، لكن هو يقوم ب8 9 لقطات 9 مرات، يعني روعه. كيف البراعه انه هو الذي يسلم اول كره، وهو الذي ينهي اخر كره، وهو الذي يستلم ثم يذهب الى المرمى. لان ما يكفيش انك مراوغ. نعم. السرعه واللياقه البدنيه. تحمل لانه اللاعبين خشونه، يعني يستعمل معاه الخشونه، واللاعب شوفوا لهنا شوف كيف يستعمل معاه الخشونه. وقفا عند رغبه طارق دياب انه يعيد الهدف. شوف لا عيدنا احنا انا عندنا مطربه اسمها نعمه الله يذكرها بالخير، كان السكات من الفرجه، كان الكلام من الفرجه يكون السكات من الذهب. رزقه وخليه هو يتكلم، هو يعمل كل شيء. كابتن، معامله الزملاء ايضا عندما يسجل هدف مشان ما يحدث على التماس غريب، لانه شيء فوق العاده، هذا خارق للعاده، الشيء اللي يعمل فيه ميسي يعني بطبيعه الحال. زملائه واصحابه والجماهير حتى المنافس. يعني تتذكر قبل سنتين رونالدينيو لما سجل في برنابيو. نعم. يعني الجماهير صفقوا لنا. تحيه من الجماهير الكل، اللي يحب ميسي واللي يكره ميسي واللي يعشق ميسي. والتحمل في هذه اللقطه، الكره تعشق ميسي، الكره تعشق. شوفوا لنا كيف السرعه والكره لاصقه رجله، يعني غريب. وهذه القوه. شوفوا القوه البدنيه. ياخذ الكره. نعم. لاعب يسقط على الارض، والثاني يسقط على الارض، والثالث شوفوا الثالث وكان الكره ضاعت منه تعود. يعني هذوما للمستشفى، بسرعه المستشفى. ليش للغضروف يعني؟ المدافعين شوف يعني كلهم للانعاش، خاصة رقم 4 عانى كثيرا. رقم 4 مسكين، رقم 4 اللي كونتيني. شوف ضربة الجزاء كونتيني بالفعل. اليوم استمتعنا بصراحة. رغم ذلك سارقوسا تمكن من تسجيل هدفين. لأنه